محبي قناة أخبارك، نتمنى لكم فرجة ممتعة المرجو عمل لايك واشتراك في القناة لتشجيعنا على الاستمرار والمشاهدة الجديد دائما. قال الكاتب والمحامي الإسباني خوسيه ماريا ليزونديا إن البوليساريو منظمة شمولية ما زالت تمارس العبودية بمخيمات تندو في جنوب غرب الجزائر. وأضاف ليزونديا في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة صحيفة لا بروفانسية الإسبانية بمناسبة تقديم كتابه إلا سحرا كومومي تاريلات الصحراء كما السروديات الكبرى في اليوم نفسه أن البوليساريو عدوة للتعددية وللحريات الفردية والمجتمع. وتابع أن غالبها الأفكار التي تروج بإسبانيا حول هذه القضية هي نتيجة أسطورة اصطنعها طلاب صحراويون بالجامعات المغربية مطلع سبعينات القرن الماضي، وعسكريون وموظفون فرنكويون ويساريون وقوميون وصحفيون. وبالنسبة لمؤلفي الكتاب فإن ما يسمى القضية الصحراوية هي نتاج الحرب الباردة، مضيفا أن حل قضية الصحراء اليوم يمر عبر اتفاق عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف في إطار الأمم المتحدة. وأكد المؤلف في سياق متصل أن الصحراء لم تكن أبدا فضاء جيوسياسي خاص، ولكن كانت دائما جزءا من المغرب، مبرزا أن هذه الأراضي لم تعرف قط بشعب ولكن بقبائل وفصائل أشارت إليها الأمم المتحدة كساكنات إليها. وأشار الكاتب الإسباني من جهة أخرى إلى أن كتب التاريخ لم تتحدث قط عن مواجهات وقعت بين المغرب والصحراء، وهو برأيه أمر مهم جدا. يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء الغربية هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر، وتطالب البوليساريو وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية بخلق دولة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.